مش ساعات كده دماغنا بتودي وتجيب في فكرة هو أنا ليه رديت رد الفعل ده أو اتصرفت كده في الموقف الفلاني. أو أنا ليه بعمل كده مثلا حتى في مواقف مستمرة، أو حتى ساعات ممكن يجي حكمي على حد تاني أشوف إن أنا هو أفور قوي في الموقف ده، ما كانش محتاج يرد الرد ده قوي. محتاجين هنا نقف كده ستيب باك. هو يعني إيه مشاعر؟ المشاعر كده بشكل مبدئي هي الحركة الداخلية اللي بيتكون عنها سلوك. تمام. المشاعر دي بقى ممكن تكون انبساط قوي، زعل قوي، حزن، خوف، قلق، استقرار ما بين البنين. آم، بينتج بقى عنها سلوك. السلوك ده ممكن يكون مثلا ظاهري، ممكن يكون كلمة، ممكن يكون تعبير بالوش، أو حركي بقى إن أنا بحب أشوح مثلا في موقف غضب. ذهني إن أنا ممكن تبدأ دماغي ترد جوه نفسي عن الرد اللي اتقال في الموقف اللي أنا كنت فيه، وتبدأ بقى تفتح ديالوجات وتروح وتيجي. حلو قوي. طب جت منين هنا بقى اللب بتاع الموضوع كله؟ انت ليه بتتنرفز في موقف معين، او انت ليه بتتساهل في موقف معين، او تتبسط او تزعل، في حين ان الاخرين ممكن يكونوا شايفين الموضوع ده عادي، مش لازم يبقى نفس الدرجة، او ممكن يكون عندهم الاختلاف الكامل للشعور اللي انت حسيت بيه. ده بقى يتكون من زمان قوي، من اول بقى ايه؟ تقييمنا للمواقف بناء على التربية اللي اتربيناها. ممكن نقول دي رقم واحد. من الصح والغلط، العيب والحرام، المعتقدات، الأعراف، التقاليد. بس في حاجة بقى مهمة، إن الأساس بقى، أو ممكن نكون نقول عليه وجه الفايدة من الفيلم ده كله، هو كلنا اتربينا صح، كلنا نشأنا النشأة الصح، كلنا اتحط لنا معتقدات صح وأفكار صح، كبرنا واترسخت جوانا صح. هل الدين هو الشكل اللي المفروض يبقى موجود؟ هل الدلع ده هو الشكل اللي كان يبقى موجود؟ هل طريقة التربية دي اللي كانت المفروض تبقى صح؟ الحقيقة إن مش كلنا اتربينا بدرجات صحيحة. في مننا طبعا، وفي مننا كتير لأ، وفي مننا بين البنين. فردود الأفعال اللي هتلاقيها هي جاية من باك جراوندز مختلفة. خليني أقول لك إن الأهم في الفكرة دي كلها إنك خليك مركز في ردود أفعالك أنت، وإنك إزاي تنتقي منها الصح والغلط.